زغدود، نتكلموا على الأزمة يعني بين الجزائر والمغرب. لو كنت رئيس وش تدير؟ لو كنت رئيس واش ندير؟ نعم. نحافظ على الانضباط نتاع الشعب الجزائري، ونحافظ على الأخوة بين الشعب الجزائري والشعب طيب سي زغدود، المغربي. نشكرك على هذا المقدمة وعلى هذا الإجابات المختصرة. ننتقل الآن إلى مشاهدينا الكرام إلى فقرة أسئلة المواطن، والمحور الأول الذي سنتطرق إليه هو محور البطالة في هذا النقاش لأكتشف مرشحك. ونستمع إلى أسئلة المواطنين، والسؤال الأول حول البطالة، ثم نعود لإجابة السي زغدود حول هذا السؤال. أنا بطال من ولاية ورقلة، أعيش في ولاية ورقلة بالذات. أنت كمترشح رئاسي ماذا ستفعل لو احنا تحصلت على الرئاسية؟ أنا بطال من ولاية ورقلة. سي زغدود، سمعت السؤال تاع البطال من ولاية ورقلة، قال لك لو تكون انت يا رئيس وش راح تدير لي؟ يسكن في ورقلة. هو كاين فيها طرق في التوظيف. نعم. فيه طرق في التوظيف في الجزائر شوية ما تخدمش الشباب. يعني أنا لو كان جيت في مقدوري ولا في سلطتي العمل الوظيفي هذا نوزع الوظيف. ما عدناش نعتمدوا على الوظيفة نتاع 60 سنة خدمة ويلزم 20 سنة خدمة. نوزعوا كوتات، نوزعوا للشباب. ما كلوش الشاب مثلا يخدم 6-7 أشهر، خاصة الشاب العازب يخدم 6-7 أشهر، نحولوا لواحد آخر يخدم 6 أشهر. يعني يخدموا بالدور. يخدموا بالدور. نعم، نخدموا بالدور ولا بالحصص. هو المترشح ولا الشاب اللي ما يكونش يخدم الدور تاعو راه واش يقعد يدير؟ يقعد بطال. اللي ما يحبش يخدم. لا، اللي ما يخدمش. الشاب اللي ما يخدمش عنده الأولوية هذاك في إعطاه عمل. الآن الجزائر عندها فلوس راهي تسلف البعض دول ب10 ملاير، فهمت؟ عندها فلوس تحل للشباب، تحل لهم وظائف. نعم. ولو مؤقتة أولتها. الشاب عندما يعود يخدم ما يفكرش في إحداث الوظائف. وين وظائف؟ طيب في كل قطاعات، في كل القطاعات. نحن القطاع الفلاحي اللي يستوعب كثير الشباب يهرب منه. القطاع الفلاحي هذا يستوعب كثير، الشباب يهرب منه. مثلا انت عندك في الجزائر 12% من الارض نتاعك صالحه للحمضيات. وعلاه ما تجندش تعطي لهم؟ طيب انت كان تولي رئيس، نعم، لو تولي رئيس 12% هذه ديرها كامل حمضيات، واش دير لها؟ كيفاه تدير؟ كيفاه تدير الاراضي الزراعيه 12%؟ هذا نجند الشعب، نحول الشعب. نحن ارضنا، عندنا ارض واسعه، عندنا قاره، عندنا هذا الارض وفيها المياه. كاينين جهات فيها المياه، حتى في الصحراء فيها المياه. هذا نجندوا الشباب باه يصدوا كما بعض الدول الأوروبية يعتمدوا على الفلاح، هو اللي يجيب كل شيء. الفلاح لأنه شوف نحن عندنا فايدة عندما ننشطوا الفلاحة. عندنا 2 فوائد. عندنا فايدة في العمل اللي ينتجوه الشباب، وعندنا فايدة في السلع اللي تخرج من الأرض. نحن الآن رانا نجيبوا كثير من حتى الشينا نجيبوها من المغرب، حتى الشينا. تكلمنا على البرتقال التشينا يا سي زغدود. البرتقال والتشينا راك تتكلم عليهم وتقول نستوردوا فيهم من الخارج. راك تشوف انت بلي الاسعار راها مرتفعه تاع الفواكه. لان اولتها ما عندناش رقابه. نعم. رقابه على الاسعار. اصبح الاسعار حره، اصبحنا كما تقول الاشتراكيه راحت. نعم. الان رانا يعني
اللي يشري حسب السعر اللي يقول له عليه هذا، ويبيع هو حسب السعر. ما كانش رقابه. سي زغدود، انت تروح للسوق؟ تروح للسوق ولا ما تروحش للسوق؟ بعض الأحيان، لأن عندي أولادي هم اللي يقوموا في بعض الأحيان، وأنا في بعض الأحيان نعدي نشوف بركة. طيب أنت تحوس، أنت ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية. لازم الرئيس الجمهورية يكون يعرف وش كاين في الميدان، يعرف وش كاين في الأسواق، يعرف المعيشة تاع المواطن. مش هو اللي يعرف، شكون عنده المجلس الوزراء. بالك نحن في بلادنا يخطئوا الناس كي يقول لك رئيس الجمهورية هو اللي يعمل كل شيء. عندنا مجلس وزراء كل حاجة تعملها تقيمها ماليا وتقيمها من ناحية النشاط. طيب سي زغدود، أنت لو تترشح وتصبح رئيس، لونساج تخليه ولا تنحيه؟ نعم. لونساج تخليه يخدم ولا تنحيه؟ إما نوسع فيه وإلا خليه نوسع فيه، نوسع لأنه ينفع الشباب، ينفع العمل. ينفع الشباب وينفع الوطن كي نشطوه. تعود العمل في الجزائر ما نحدوش باللي راهو يجيب فائدة. العمل في الجزائر ما نحدوش بالفوائد اللي يجيبها. أولتها عدد كبير من الشباب يجلبهم ليه، ثانيتها يعلمهم الحرفة، يعلمهم العمل، يعلمهم الاعتماد على النفوس نتاعهم، ما يخليهمش يعتمدوا على آبائهم. جميل سي زغدود. نروح للمحور الثاني المحور الثاني في هذا البرنامج، في هذا النقاش، وهو المتعلق بالسكن، ونستمع لسؤال أحد المواطنين حول ملف السكن في الجزائر، ثم نسمع الإجابة تاعك يا سي زغدود. أنا متزوج وعندي وليدات وراني في 15 سنة، وأنايا داير الدوسي بعين الترك وساكن في كافالكون، وراني بيا بوليداتي برا إلى يومنا هذا. لو كان تطلع رئيس شا دير لي؟ طيب سمعت سي زغدود قال لك أنا عندي 15 سنة وأنا عندي ملف سكن 15 سنة، لو تولي رئيس وش راح تدير له؟ شوف، السكن يلزم المبلغ المالي المخصص للسكن والطرق نتاع هذا التوزيع نتاعها فيها حاجات يعني بيروقراطية صح تمس مصالح الشباب. ثانيتها في هذا مصالح الشعب. مثلا الشاب هما يشترطوا باه الإنسان يجيب شهادة الزواج إذا عنده وليدات والشباب نحن عندنا 45% ما عندهمش هذا الحاجة. وش تدير له أنت سي زغدود؟ هذا الشخص وش تدير له كان تولي رئيس؟ أنا هذا الشخص وش ندير له؟ هو وغيره اللي ما عندهم السكن. نوسعوا العمل. شوف، نوسعوا في السكن، نكثروا أموال، نوسعوا في السكن. الناس نخلوهم يبنيوا، نقصوا في الضريبة على الناس اللي يبنيوا. الآن شركات البناء الخاصة ما تنجمش تعمل للناس ضريبة عليها. نحوا الضريبة، نحلوا الضريبة، ما تاخذش ضريبة الفوائد، ما تاخذش هكذا، سلف له تنجم. نحن عندنا في الجزائر واحد باه يبني يخسر لأنها يفرضوا عليه ضريبة، يفرضوا عليه فائدة. أنت تنحي الضرائب على السكن نحيها، على السكن تنحيها، الضرائب على العمل الشباب نحيها. طيب سي زغدود، البيوت القصديرية والبيوت الهشة، البيوت القصديرية والبيوت الهشة كيف تقضي عليها؟ يعني البيوت القصديرية هذه تمس بشرف الجزائر. الجزائر دولة محورية في المغرب العربي، ما يلزمش يكون فيها. الجزائر تحب تنافس. كيفاه يا سي زغدود؟ أعطيني برنامجك في البيوت الهشة. لا شوف، يعني هذا أولتها نعمل شروط للبناء. الآن راهو الشروط ما تطبقش. الشروط شوف، باه يبني واحد يعمل ملف عبالك
بيروقراطية كبيرة، تروح تعطي لهم الخريطة متاع البناء، تعطيهم البرنامج، طيب ومن بعد تبقى تستنى في البلدية كان توافق. البلدية في بعض الأحيان ما يجتمعوش. طيب سي زغدود، أنت مستعد تسكن جميع الجزائريين في الوقت الحالي؟ لما تصبح رئيس؟ ها؟ لما تصبح رئيس كده أصبح رئيس. أعطني برنامجك، هل أنت مستعد باش تسكن جميع الجزائريين؟ لا، نحن شوف، نحن فيها أولويات. السكن، نتكلموا عن السكن. نعم. الأولوية في السكن، الأولوية نحن بنحلوا مشكلة الشباب، مشكلة العزوبة هذه. العزوبة الآن ياسر شباب وشابات ما يتزوجوش بسبب طيب أنت مستعد تعاون الشباب باش يتزوجوا؟ أنا مستعد له. كيف تعاونهم؟ ها؟ كيف تعاونهم؟ عندهم دراهم ولا كيف تعاونهم؟ ولا تزوجهم ولا كيف؟ كاين طرق يا صاحبي. نعم. الدراهم ما تعطاش هكذا. كيف؟ كاين طرق تثبت، لا خطر تثبت، ونحن عملناها كحزب، عملناها في الصحراء، عملنا في الصحراء، عاوننا ناس. واش عاوناهم مثلا في اوتيل في جهه الصحراء، في نكريو هذاك الاوتيل، ونقولوا لهم اللي يحب يعمل عرس يتفضل. نحن خلصنا الاوتيل، بات ليله وزوجنا قدام واحد. طيب روحوا سي زغدود، نروحوا للمحور آخر، هو محور الطلبة الجامعيين، ونتكلموا على الجامعة في برنامج الانتخابي تاعكم، مع تصريح وسؤال لأحد الطلبة حول الجامعة الجزائرية، نسمعوه ثم تجاوبنا عليه. بصفتي كطالب أتقاضى منحة 4000 دينار جزائري. معنى هذه المنحة ممكن بصفتي كطالب سنة أولى حقوق، معناها ماش راح تكفيني، ما تكفيكش معناها في حالة ما إذا نجحت في الانتخابات الرئاسية. ما هو البرنامج المسطر وما هي الخدمات التي ستقدمها للطالب وللجامعة الجزائري؟ سي زغدود قال لك 4000 دينار ما تكفينيش كمنحة للجامعة، كيف راح تدير للطلبة؟ هو حقنا هو المنحة ما تكفيش طلبة. إذا يحبوا يلزم الطلبة يكونوا يعرفوا كيف يتصرفوا، لخاطر كاينين اخرين ما يعطولهمش منح. نعم. وكاينين اللي يعطوا لهم منح يعني هما في التصرف نتاعهم ما تقدرش. لماذا المنح اللي يعطوها في دول اخرى تكفي الطالب ويخرج؟ ثانيتها الطلبه عندنا جزء ما ياخذش المنح، جزء كبير يعني ما ياخذ. انت تمد لهم منح، تزيد لهم ولا ما تزيد لهمش؟ الطلبه تزيد لهم المنح ولا ما تزيد لهمش؟ المنح على الطلبه كاين يعني تخصصات يلزم تساعدها بالمنح، كالطب كهذم، كاين تخصصات، وكاين تخصصات ما يعني ما تزيد لهمش المنح. يعني انت تشوف تختار. كاين تخصصات مثلا كالطب، كحاجات اللي نسحقوا. طيب سي زغدود، هل يهمك كرئيس جمهورية أن تعرف ماذا يحدث داخل الإقامات الجامعية؟ فعلا هو رئيس الجمهورية بصفة عامة يهم ويعرف كل ما يدور في الجزائر، لكن الجامعات عندها وزير، عندها طرق، عندها جمعيات تعرف بأن الجامعات الجزائرية راهي صعيبة بزاف. لأنها مش فيها صعيبة لأنه الطلبة متاعنا، الطلبة عندنا جمعيات متاع الطلبة، عندنا اتحادات متاع الطلبة، كاين صراع كبير. طيب في الوزير. انت وكان تولي رئيس تنحيهم هذو الجمعيات ولا تخليهم؟ المنظمات تخليهم ولا تنحيهم؟ لا تخليهم، المنظمات مساعدين الدولة تخليهم وشو تنظمهم. جميل جدا. سي زغدود، نروحوا المحور الرابع والأخير، وهو محور المرأة. نتكلموا عن المرأة في الجزائر، ونستمعوا لسؤال مرأة جزائرية: في حال ما أصبحتم رئيسا ماذا ستفعلون لمطالبها؟ نستمعوا ونعود للنقاش.
المرأة محقورة ياسر في مجتمعنا رغم الانفتاح السياسي. في حالة ما إذا طلعتي أنت رئيس، وش هي الحلول ولا الاقتراحات ولا أي حاجة تقدر تفيد المرأة مستقبلا إن شاء الله؟ قالت لك المرأة محقورة سي زغدود. المرأة في الجزائر عندها حقوق كالراجل، حقوق العمل، حقوق يعني جميع الحقوق مكفولة له. ولهذا المرأة الجزائرية يلزم هي اللي تنشط بها تأخذ حقوقها، تنشط. نحن الآن ما عندناش الجمعيات كثير من طيب وكان تولي رئيس سي زغدود تقدر تدير النائب بتاعك مرأة؟ النجم، لماذا لا؟ النجم تقدر دير رئيس حكومة مرأة ولا ما تقدرش؟ رئيس الحكومة تقدر ديروا ثاني من مرأة؟ ممكن إذا لقيت واحدة كاينين. طيب. يعني ممكن هذه الحقائق كلها ممكن هذا. طيب سي زغدود، يعني انتهى الوقت، وقت الحصة انتهى، ولم يبقى إلا أن أعطيك أسئلة سريعة تجيبني عنها بنعم أو لا. ما هو أول قرار تتخذه لو تصبح رئيس جمهورية؟ أول قرار هو فتح الطريق للشباب باه يكونوا يعملوا في الجزائر. طيب. في الجزائر ما يعملوا. طيب لو تصبح رئيس جمهورية تغير مكان إقامة تاعك؟ لا، ما نغير. طيب لو دولة جارة من الدول الجيران يستفزوا الجزائر، مستعد تشن حرب عليها؟ مستعد نحبسها. طيب هل أنت مستعد لإلغاء الخدمة الوطنية على الشباب؟ مانيش مستعد. طيب سي زغدود، نشكرك جزيل الشكر على إجابتك على الأسئلة في اكتشف مرشحك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت الحصة اكتشف مرشحك، نضرب لكم عدد جديد مع مرشح جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.